المحتوى هو أهم أداة ليك لو عايز العملاء يجروا وراك. المشكلة بقى إن أغلب الناس أول ما تسمع كلمة محتوى بتفكر مباشرة في السوشيال ميديا، بس السوشيال ميديا ما هي إلا نقطة بسيطة في رحلة العميل، والاعتماد عليها فقط خصوصا لو بتبيع منتج غالي هيفوت عليك مبيعات كتيرة وفرص أكبر. في الفيديو ده هشارك معاك 7 أنواع محتوى مش بس هيجيبوا لك عملاء ولكن كمان هيقللوا تكلفة اكتساب العميل. فسواء شغال في براند بيبيع منتجات غالية أو بتسوق خدمات فأنصحك تشوف الفيديو للآخر. ويلا نبدأ. أول نوع هو الظهور على الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي وبربلكستي وكلود بقت هي واجهة البحث للعملاء، وده ببساطة لأنك قادر تاخد وتدي مع الأداة وتسأل أسئلة، والأدوات دي بتعتمد على محتوى موجود بالفعل أونلاين. عشان كده أول مهمة عندك هي إنك تظهر في النتائج دي وتخلي ال AI يبقى مصدر في جذب العملاء ليك. لما الذكاء الاصطناعي بيستخدم المحتوى بتاعك للرد على أسئلة الجمهور، العميل بيجيلك وهو عنده ثقة مبدئية ومش محتاج تقنعه من الصفر. بالبلدي كده بيعمل لك نص البيع. وعشان تنفذ النوع ده اول حاجه لازم المحتوى على الويب سايت بتاعك يكون شامل ومفصل، مش مجرد وصف منتج او خدمه. لازم يكون عندك اجابات على الاسئله اللي العملاء بيسالوها، ولازم تضيف جزء خاص بالاسئله الشائعه في كل صفحه خاصه بالمنتج. لازم كمان يبقى عندك بلوج بتشارك فيه مقالات تعليميه، وتستخدم ما يعرف باسم structured data عشان الذكاء الاصطناعي يقدر يقرا المحتوى بتاعك بسهوله، ودي اي ويب ديفلوبر هيقدر يساعدك في تنفيذها. تاني حاجه ركز على الاي اي اي تي، وده اختصار لاكسبيرينس اكسبرتيز authority وتراست. ببساطة كده لازم المحتوى بتاعك يبان انه من خبير في المجال، وفي مصادر موثوقة وشهادات من ابحاث، وفي تجارب حقيقية مريت بيها انت او العملاء بتوعك. وتالت حاجة اعمل محتوى بيجاوب على اسئلة الناس بالطريقة اللي الناس هتسأل بيها. يعني مثلا ما تخشش تكتب نصايح للعناية بالبشرة، اكتب ازاي تعالج البشرة الجافة في الشتاء خطوة بخطوة. الناس بتسأل بالشكل ده، والذكاء الاصطناعي بيفضل الاجابات المحددة. تاني نوع هو المحتوى التفاعلي. المحتوى المكتوب بيبان انه جينيريك، اما المحتوى التفاعلي بيشجع العملاء على اكتشاف شيء ليهم هم بالتحديد. المحتوى التفاعلي ده زي الكالكوليترز والكويز، والنوع ده من المحتوى بيحقق انجيجمنت اعلى بكتير من المحتوى العادي. وحسب دراسه اتعملت من ديماند جن، المحتوى التفاعلي بيحقق كونفرجن ريت او معدل تحويل او شراء اعلى ب 40 ل 50% من المحتوى العادي، وبيخلي الناس تقضي وقت اطول على الويب سايت بتاعك. وميزه المحتوى التفاعلي في حاجتين: الاولى انه بيقدم قيمه فوريه للعميل، لان العميل بيلاقي اجابات فوريه متفصله على احتياجاته هو. والتانية انه بيدخلك بيانات العميل، لانه عشان يشوف النتيجة بيديك الايميل بتاعه او بيجاوب على اسئلة بتفهمك هو محتاج ايه. وبكده انت جبت الليد مؤهل ومهتم، وكل اللي عليك انك تتابع معاه. فلو مثلا بتبيع خدمات تسويقية اعمل اداة بتحسب العائد على الاستثمار. لو مثلا بتقدم استشارات مالية اعمل اداة تحسب المعاش. الناس بتحب الادوات اللي بتديها ارقام واضحة. وتاني نوع هو الكويز، انك تعمل كويز بيساعد العميل يعرف انسب منتج او خدمه ليه. بس لو هنستخدم مثال التجميل تاني، هتقول مثلا ايه نوع البشره بتاعتك، اعملي الكويز ده واعرفي انسب روتين عنايه. او مثلا لو انت شركه تسويق هتقول ايه الاستراتيجيه التسويقيه المناسبه لمشروعك. جاوب على ال5 اسئله دي واعرف اكتر. وتالت نوع هو الاسسمنت، ودي ادوات تقييم زي قيم موقعك الالكتروني مجانا، او اعرف مستوى الامن في شركتك. المهم في كل الانواع دي انك تاخد كونتاكت انفو في الاخر زي الايميل عشان تقدر تتابع مع العميل وتكبر علاقتك معاه. تالت نوع هو الاكونت بيزد كونتنت او المحتوى المستهدف. لو بتستهدف شركات كبيره او عملاء بقيمه عاليه، مش منطقي انك تعمل محتوى عام يستهدف الكل، ده مضيعه لفلوسك. المحتوى المستهدف بيكون موجه لشركات او صناعات معينه بالاسم، وبيوضح ازاي منتجك بيحل مشاكلهم هم بالتحديد، وده بيزود احتماليه ان صناع القرار في الشركات دي يهتموا بيك ويتواصلوا معاك. لما تعمل محتوى مخصص لشركه او صناعه معينه بتبعت رساله واضحه انك فاهم تحدياتهم ومشاكلهم، وده بيبني ثقه فوريه. العميل بيحس انك مش بتبيع لاي حد، وانك فاهم احتياجاته الخاصه وعندك الحل المناسب ليه، وبالتالي بيكون عنده استعداد اكبر انه يتعامل معاك. وعشان تنفذ النوع ده لازم اول حاجه تحدد الشركات او الصناعات اللي عايز تستهدفها. ممكن تكون مثلا 10 ل 20 شركه كبيره او 3 ل 5 صناعات محدده، وتقدر تستخدم لينكد ان سيلز نافيجيتور عشان تلاقي الشركات دي. وتاني حاجه هتبتدي تعمل ريسيرش عميق على كل شركه او صناعه، تعرف ايه التحديات اللي بيواجهوها، ايه الاخبار الاخيره عنهم، ايه البين بوينتس الخاصه بالصناعه دي. وتالت حاجه هتبتدي تصنع محتوى مخصص. مثلا لو بتستهدف بنوك هتعمل تقرير عن ازاي البنوك تقدر تحسن تجربه العميل
عميل باستخدام الاي اي، او كيس ستادي عن ازاي بنك كذا زود معاملاته الرقميه بنسبه كذا. ورابع حاجه هتبتدي توزع المحتوى ده بشكل مباشر، تبعته لصناع القرار على لينكد ان، او تستخدم لينكد ان ادز عشان تستهدف موظفين في الشركات دي، وممكن كمان تبعتهم بايميل مباشر. المهم ان المحتوى يوصل لهم ويحسوا انه مكتوب ليهم هم شخصيا. رابع نوع تقارير الصناعه والوايت بيبر. في عملاء كتير مش بياخدوا قرارات بناء على بوست على السوشيال ميديا، بيحتاجوا داتا وابحاث وتقارير مفصله، خصوصا لو القرار كبير او بميزانيه عاليه. الوايت بيبر والتقارير بتديك مصداقيه وبتخليك تتحول من مجرد مورد لخبير في المجال. التقارير والوايت بيبر بتجذب نوعيه معينه من العملاء، ودول ناس جاده بتعمل ريسيرش، عندهم ميزانيه ومستعده تدفع مقابل حلول احترافيه. ولما تقدم لهم محتوى بمستوى عالي من الاحترافيه والبحث، بتثبت لهم انك على نفس المستوى وتقدر تخدمهم، وبالتالي الليدز اللي بتيجي بالتقارير دي بتكون جودتها عاليه. طيب ازاي تنفذ النوع ده؟ اول حاجه هتختار موضوع مهم في صناعتك، حاجه الناس محتاجه تفهمها او تاخد قرار بناء عليها. على سبيل المثال حاله التسويق الرقمي في الشرق الاوسط في 2026، او مستقبل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. وتاني حاجه هتبتدي تجمع داتا حقيقيه، ممكن تعمل استبيان للعملاء او للسوق بتاعك، او تجمع داتا من مصادر موثوقه وتحللها، او حتى تعمل مقابلات مع خبراء في الصناعه. وتالت حاجه هتبتدي تكتب التقرير بشكل احترافي، لازم يكون في مقدمه في الاول، افكار واضحه مبنيه على داتا وتشارتس وجرافس بتوضح الارقام، وفي الاخر بتبتدي تقدم توصياتك. وهتستخدم الملف ده كليد ماجنت، تحطه على موقعك مثلا، تخلي الناس تسجل بياناتها عشان تحمله، او توزعه على لينكد ان، او حتى تبعته للصحافه والمواقع المتخصصه عشان يتكلموا عنه. خامس نوع محتوى اليوتيوب الطويل. في زمن الريلز والشورتس ممكن تفتكر ان المحتوى القصير هو الحل، لكن الحقيقه ان محتوى اليوتيوب الطويل لسه ليه قيمه كبيره جدا. الفيديوهات التعليميه المفصله بتبني اكسبرتيز وبتساعد في الظهور على محركات البحث، وبتجذب لك جمهور مهتم فعلا. النوع ده من المحتوى بيجذب عملاء في مرحله متقدمه جدا من رحله الشراء، دول ناس عدت مرحله الوعي ودلوقتي بيعملوا ريسيرش عميق وبيقارنوا بين البدايل وبيدوروا على معلومات مفصله. ولما تقدم لهم فيديو شامل بيجاوب على كل اسئلتهم، بتبقى انت الاختيار الاوضح ليهم. والاهم من كل ده ان اليوتيوب ده تاني اكبر محرك بحث بعد جوجل، والناس بتدور على حلول لمشاكلها عليه. وعشان تبتدي تنفذ الموضوع ده، اول حاجه هتختار مواضيع دائمه الخضره، مواضيع الناس هتدور عليها لسنين، مش ترند ويعدي وخلاص. زي مثلا الدليل الشامل لاختيار نظام مالي لشركتك، او كل حاجه محتاج تعرفها عن الاستيراد من الصين مثلا. وتاني حاجه هتبتدي تعمل ريسيرش وتجمع كل المعلومات الممكنه عن الموضوع. وتالت حاجه هتكتب سكريبت منظم وتشاركه، وتبتدي تبعت الفيديو ده للعملاء اللي شايفهم هيستفادوا منه. وطبعا لازم العنوان بتاع الفيديو والوصف يستخدموا كلمات مفتاحيه الناس بتستخدمها في البحث. سادس نوع الكيس ستاديز. الناس مش عايزه تسمع انك شاطر، عايزه تشوف ادله. والكيس ستاديز هي اقوى نوع في اثبات الكلام ده، لانها بتوري للعميل المحتمل ازاي حليت مشكله لعميل تاني، وايه النتائج اللي حققتها. وده بيبني ثقة أكبر بكتير من أي كلام تسويقي. والكيس ستاديز بتجذب عملاء لأنهم بيشوفوا نفسهم في القصة. لما يكون عندك عميل محتمل بيقرا كيس ستادي عن شركة شبهه واجهت نفس المشكلة وأنت حلتها، بيثق فيك تلقائيا، وده بيأثر رحلة البيع بشكل كبير. وعشان تنفذ النوع ده، أول حاجة لازم تختار قصص نجاح حقيقية من العملاء اللي حققت معاهم نتائج ملموسة وواضحة، وتاخد موافقتهم طبعا إنك تنشر القصة. وبعد كده بتبتدي تمشي على الاستراكشر الكلاسيكي للكيس ستادي، بتبتدي بالتشالنج او التحدي، ايه المشكله اللي واجهتهم، وبعدين بتخش على السوليوشن او الحل اللي انت قدمته، وبعدين الريزلتس النتائج اللي انت وصلت لها. وتالت حاجه بتستخدم كوتس او تستيمونيالز من العميل نفسه، بتخلي العميل يتكلم بصوته عن التجربه معاك، ده بيزود المصداقيه بشكل كبير. واخيرا بتبتدي تنشر الكيس ستادي دي باشكال مختلفه، ممكن مثلا بي دي اف مفصل، او صفحه على الويب سايت، او فيديو، او انفوجرافيك، وبتبتدي تستخدم الملفات دي في كل مراحل البيع. سابع نوع هو اليوزر جنريتد كونتنت او اليو جي سي. الناس بتثق في الناس اكتر ما بتثق في البراندات، ولما عملائك الحاليين ينشروا محتوى عن منتجاتك او خدماتك، ده بيبقى اقوى بكتير من اي اعلان ممكن تعمله. النوع ده من المحتوى بيبني الثقه وبيوري العملاء المحتملين ان في ناس حقيقيه بتستخدم منتجك وسعيده بيه. والنوع ده بيجذب عملاء لانه حقيقي، ما فيهوش تصنع ولا تلميع زياده. الناس بتشوف ناس عاديه زيهم بتستخدم المنتج في حياتهم اليوميه، وبتشوف النتائج الحقيقيه، وده بيشجعهم يجربوا. وعشان تنفذ النوع ده من المحتوى، اول حاجه لازم تشجع زباينك ينشروا محتوى عنك، هتعمل هاشتاج خاص بالبراند بتاعك وتشجع الناس انها تستخدمه.
وتعمل مسابقات تطلب من الناس تنشر صور أو فيديوهات وهي بتستخدم المنتج، وتوفر حوافز زي خصومات لما يشتروا منك تاني. وتاني حاجة لازم تسهل العملية، مش محتاج تطلب من الناس حاجات معقدة، لازم تخلي الموضوع بسيط. صور نفسك وانت بتستخدم المنتج وابعت لنا الصورة. وتالت حاجة، بعد ما تاخد بيرميشن العملاء بتبتدي تنشره على صفحاتك على السوشيال ميديا وعلى الويب سايت. ودول كانوا 7 أنواع محتوى هتخلي العملاء حرفيا يجروا وراك. قولي في التعليقات أنهي نوع تقدر تبدأ بيه الأول، ولو عايز مساعدة في تنفيذ أي نوع ابعت لي إيميل. ولو استفدت من الفيديو يا ريت تدعم القناة، واشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.